لو انت مش مقتنع ان الاخوان ممكن يكون ليها يد في الحوادث والحرائق اللي بتحصل اليومين دول، تعال معايا نتفرج انا وانت على الفيديو دوت. والفيديو دوت ايام كورونا. تعالوا نشوف كانوا بيقولوا ايه للمصريين. كورونا وبلاء كورونا فرج كبير. ربنا رزقنا بفيروس كورونا، اشم من وراء محنه كورونا وبلاءها فرجا كبيرا على مصر، وربنا بعت لك حاجه استخدمها. نبقى حريصين على انتشار العدوى، اذا كنت فعلا مصاب بكورونا فانتقد، لانه لما العدوى تنتشر نظام الدوله الصحي مهما كان مش هيستوعب كل الناس دي، فالنظام يقع. شوف العربيات اللي راكنه واعطس وعبي عليها، وخلي لما الحالات تبقى كتيره جدا الناس تصرخ وتطلع تهيج على النظام. فرصتكم في كورونا ادعوا. المسألة أكبر من إنه مرض والناس تتعالج، مش الاقتصاد عمال يتضرب، جات لكم الفرصه اهي، ده في اقتصاد هيقع. فجات لكم الفرصه على طبق من ذهب. انتظروا مصر هتعلن في الفترة الجاية عن أرقام مهولة. احنا لو اصبنا مش هنروح لوحدينا، حالات هتتفشى بقى. شوف العربيات اللي راكنه واعطس وعبي عليها. باذن الله الاعداد في مصر بتزيد، وادعوا ربنا يسيب مصر كلها بالبرد عشان ما يعرفوش مين الكورونا ومين البرد. يلا. هل يهدد كورونا الاقتصاد المصري؟ ليه تروح الشغل؟